عارفين حلاوه المولد؟ يعني طنطا مشهوره بالحلويات طبعا، وبالذات حلاوه المولد. انا عارف ان انتوا ما تعرفوش سني كام، بس تشوفوا عمري كل اللي عشته ده ما حسيتش احساس مولد النبوي قد النهارده. من اصغر محل فيها لاكبر المحلات كله بيبيع حلاوه المولد. فرحت لواحد من اشهر الناس اللي بتعمل حلويات هناك، تقريبا ما فيش واحد في طنطا ما يعرفوش، كريز. بدأ معانا من 2007. حلاوة المولد اللي بتتميز كل سنة عندنا، من سنة لسنة بتتطور. خطيره والله. عملنا حلاوة سواريه حجم صغير، انت هتنسجم قوي وانت بتاكل واحدة على بق واحد. الجامد ان هم عندهم تنوع رهيب في علب حلاوه المولد. وده بقى اكبر بوكس عندهم 295 قطعه. عايز تجيب علب جاهزه موجود، وعايز تعمل زي ما انا هعمل دلوقتي كل الاحجام، كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو، 3 كيلو، 3 كيلو ونص. دي اسعار بقى النواشف عندهم بقى عاملين خصم 15%. الحلاوة عندنا بتتكسر، بس هي بتتكسر من ايدك مش من السنان. ايه ده بقى؟ لا جامده قوي، هي بتدوب. سكر مظبوط. احنا عندنا 11 فرع. عايز اقول لكم بعد ما جربت معظم الحلويات هنا، يا بخت سكان طنطا. وافضل اقول كل فيديو ان شاء الله حاجه بتضاع من القضيه الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش.